السلام لي زامي. بالنسبة لإقصاء المنتخب الوطني من كأس إفريقيا، كنتأسفوا له في هذا الإقصاء اللي خرج بمجموعة من الخلاصات. هذه الهزيمة كانت صراحة قاصحة بالنسبة للجمهور المغربي، وبسبب راجع لمجموعة من الأسباب. أول حاجة بالنسبة لي هي التشكيلة ديال الفريق، جاتنا صراحة فرصة ضربة الجزاء ولكن ضيعها حكيمي. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. وكنا كنتمناو اننا نمشيو بعيد في هذا الكأس الافريقيا اللي صراحة كنا كنتظروه من زمان، لان المغرب ما خداش من سنة وقيله، من سنة 1971. كان المفروض انه يجيو اللاعبين جاهزين. بالنسبة لي انا شفت الاغلبية ديال اللعابة معطوبين وما قادرينش انهم تيجريو. مع الاسف المغاربه كانوا منتظرين انه يمشيو بعيد في هذا الكاس، ولكن في الاخير هذه هي اللعبه ديال، كما كنقولوا، هذه هي اللعبه ديال الكره. مر عليكم يوم ليك ويوم عليك. ولكن للاسف صراحه هادشي اللي وقع انا ما عجبنيش وما عجبش بزاف ديال الجمهور المغربي. للاسف للاسف للاسف. هذه هي الكرة، ما علينا ما نقولوا غير هي. هذه هي الكرة. وبالنسبة لي أن هاد كأس إفريقيا تجربة كانت ودازت، ودابا حاليا إن شاء الله نتمنى المستقبل الجميل للمنتخب الوطني، وديما مغرب. هادشي ما نقولوا، ديما ديما مغرب.